السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. يعني تعرفني انا جوز عمتي. انت عارفه ازاي؟ انا بفتح التليفون الساعه 6:30 لقيته بينزل بيقول يا جماعه انا عندي 3 بنات وعاوز ناس مش سايباني في حال عيش انا واولادي. ببص انا بتاكد من الصوره لقيت بنت السيبه اللي نايمه جنبه مذبوحه، زينب مذبوحه وولاده. هو قتلها وهي نايمه؟ او هي نايمه وولادها جنبها، ولادها جنبها ممنوع عيله نقل. يعني ما رحمش العيال حتى؟ لا والعيال والعيال في دمها كده؟ لا والعيال شايفين امهم وهي مذبوحه، ممنوع عيله الكلمه تفتح بقها. العيال هو مربي للعيال الرعب. هو ما حدش اللي بقى بيشم، لا مش في وعيه، لا في وعيه اللي يمسك سكينه ويذبح حماره قدام عيال ويخلي العيال ما يتكلموش يعني في وعيه. هتبكوا انتوا كمان عشان ما تطلعوش تشوفوها؟ قال لي اللي هيطلع اذبح العيال قدامي اهو، حد بنته على البلكونه والسكينه على رقبتها. الشرطه موجوده، يعني ما يحط البنت على البلكونه زي دي والسكينه على رقبتها، اللي هيطلع اذبح العيال. يعني طبيعي اللي يذبح مراته ويجيب بنته يحطها على البلكونه والسكينه على رقبتها، يعني انا في وعي، يعني انا بركز اللي يذبح واحد. البنت سمعتها طيبه جدا وسيرتها حسنه في المكان. يا بنت ناس غلابه اللي اتقال لنا عنها كل خير ان هي جالها بدل الواحد 50 نفر وتقول لك لا انا عاوز اربي عيالي، يدوني اوضه يدوني اولادي في اوضه وانا هجري عليهم واربيهم. بقى لها يومين مروحه، بقى لها سنتين عندنا، سنتين هي وولادها بقى لهم سنتين. يوم ياخدها من عندنا عشان يذبحها، يعني ياخدها عشان يذبحها. كان مبيت النيه انه يتم، هو واخدها عشان يتم، عنده غل بينتقم. ويقول لك ايه، انا لما اجي اخدها بقول لك انا اسف وسامحوني وانا هنفتح معاكم صفحه جديده. قلنا عشان خاطر عيال ايه يا بنت روح، عشان ولادك 3 بنات ربنا يستر عليهم. اللي كانت رافضه ترجع له هي راجعه عشان عيالي، عشان تربي عيالي. هي خايفه منه، هي رايحه وخايفه منه. رايحه حاسه ان هو ممكن يغدر بيه. هي قبل كده كان عاوز يذبحها وتقول لك عيالي هتحمل عشان عيالي واشوف البدل عشان عيالي، وفي الاخر نروح نجيبها جثه. عيله بنت 25 سنه تندبح وتترمى هنا جثه. لا وحاططها جنبه بيصور والعيال محاوطينها. طب ولاده ما يصعبوش عليه؟ بيطالبوا بالاعدام. ده لا يعدموه، لا يسلمونا واحنا نعدمه. احنا المفروض لا كانوا يسلمونا، لا الحكومه تعدمه ان شاء الله. اهلا متابعينا ومتابعين قناه راي عام وصفحه حاجه على فيسبوك. جريمه غريبه جدا حصلت في الدقهليه من ساعات قليله. زوج انهى حياه زوجته قدام ولاده ال3 بكل اسف بدم بارد. مش كده وبس واستكفى باللي عمله، لا ده خد سيلفي مع الضحيه وبعت الصور لاهلها. في واقع شهدتها قريه نبروه بالدقهليه. حاجه مؤسفه جدا، جريمه افزعت القريه، صحيوا عليها النهارده. حاجه بشعه جدا، ربنا ما يكتبها على حد. اثر خلافات عائليه واخد معاه سيلفي وارسل الصور لعائلتها. في واقعه مأساويه غريبه انهى زوج حياه زوجته وارسل الصور لاهلها. الغريب في الموضوع يا جماعه ان الزوج لسه مرجع زوجته، كانت غضبانه لمده 2 في بيت اهلها وراح صالحها، ورجعوا يا دوب قعدوا اسبوع وراح قتلها قدام ولادها ال3. في واقعه مؤسفه جدا شهدتها مدينه طيره بقريه نبروه بالدقهليه. حاجه مؤسفه جدا، بكل اسف انهيار اهلها قدام مستشفى المنصوره الدولي. بعتوها مستشفى نبروه، لكن بكل اسف حالتها كانت فارقت الحياه، فحولوها لمشرحه مستشفى المنصوره الدولي. في واقعه مؤسفه جدا، اهل الضحيه في حاله انهيار تام، منتظرين استلام الجثه لدفنها في مقابر العائله. طبعا الزوجه تخضع لعمليه تشريح عشان الطب الشرعي واستبان سبب الوفاه كان ايه. واقعة غريبة جدا بصراحة، جرائم غريبة جدا بنشوفها في مجتمعنا. يعني انت طب لما انت كنت ناوي تقتلها كنت سيبها في بيت اهلها يا اخي وطلعها والتفت لحالك وانت تلفت لحالها، يعني كان لزومه انك انت ترجعها. مرجعها علشان تقتلها بكل دم بارد قدام ولادها ال3. يعني انت فين ضميرك؟ قدام ولادها ال3 تتقتل، تتقتل قدام ولادها ال3، يرضي مين عملت ايه لكل ده؟ يا اخي ده لو فيها ايه كنت تطلعها وسيبها وتروح لحالها. يا اخي رايح تصالحها وتعمل قعدة صلح وتاخدها تقعد في بيتك اسبوع عشان تقتلها؟ لا، وبكل بجاحة تتصور مع الضحية وانت ناحرها النحرة دي وقتلها وتبعت الصور لأهلها. قوات الشرطة لما كانت من القبض على المجرم، وما زالت الأسرة في انتظار خروج جثمان الضحية لدفنها في مقابر العائلة. جريمة بشعة ربنا ما يكتبها على حد. ايه ده؟ اللي احنا بقينا فيه واللي احنا وصلنا له ده؟ خلاص الأمور بقت تدار كده، يعني الجرائم بقت بالصورة دي كده. حسبنا الله ونعم الوكيل والله. يعني
بنت 26 سنه تعمل فيها كل دوت ليه يعني؟ ليه عشان ايه يعني؟ ده لو عامله فيك ايه يا اخي؟ ربنا يرحمها يا رب ويصبر اهلها، حاجه مؤسفه بجد، ويصبر عيالها اللي يتيتموا هيبقوا يتم الاب والام بسبب تصرفات غير مسؤوله من زوج. هقولي بس حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا ما يكتب على حد فينا يا رب، ولا نشوفها في عيالنا ولا حد من قرايبنا، ربنا يعافينا. مش عارف الجرائم في مصر زادت بصوره مخيفه جدا، لغه الانتقام حتى في الجرائم والقسوه في تنفيذ الجرائم بقت شيء بشع، ربنا ما يكتب على حد يا رب. انا مش متصور ان واحده يعني هان عليك تقتلها قصاد ولادها، وهان عليك تقتلها بعد 9 سنين. انا ما شفتش كده والله، ما شفتش رجاله كده، ما بشوفش غير بسمع عن الجرائم في الزمن ده بستغرب والله. ربنا يلطف فينا ويعافينا يا رب من اللي احنا بنشوفه. جرائم القتل زادت بنسبه كبيره جدا، ما بقناش فاهمين في ايه، اللي تقتل امها واللي جوزها يقتلها واللي تقتل جوزها. انا ما شفتش كده، ما كانش الجرائم بالمستوى دوت وكان بالصوره البشعه دي. كل يومين ننام ونصحى على جريمه بشعه، وكل يوم جريمه ابشع منها. ربنا ما يكتبها على حد ويعافينا يا رب من اللي احنا بنشوفه. قسما بعز جلاله الله حاجه يعني الواحد بجد حزين، ما بقاش عارف يقول ايه من كتر الجرائم اللي بيشوفها وبيسمع عنها دي. رجعتها ليه؟ لما انت يعني عملت كده رجعتها ليه؟ طيب كنت سيبها يا اخي بيت اهلها ولا طلقها وانت تروح لحالك وتروح لحالها. كان حد فيكم حتى رب العيال يا اخي؟ حرام عليك، هيطلعوا يطلع مع اب وام بسبب تصرفاتك الغير مسؤوله والكارثه اللي انت عملتها دي. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. ربنا يصبر اهل الضحيه يا رب، وربنا يعوض على العيال. هقول ايه؟ ربنا هيعوض عليهم ايه ولا ايه؟ هيعوض عليهم الاب ولا الام؟ مش عارف والله. ربنا يلطف بيهم يعني، خلاص بقوا يتم اب وام فجاه كده يعني بسبب اب تصرفاته غير مسؤوله. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله رد الحقوق. اتمنى لو كنتم وصلتوا معايا لاخر الفيديو يا ريت تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، ولو اول مره بتشرفوني يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس. شكرا جدا ليكم، السلام عليكم.